يحكيوا على رجل قليل خدام حزام، إذا كان قال خدمة وخدم جمعة من زمان يقعد بالنص شهر بطال وبالشهر. نهار جمعة مشى للجامع وصلى الجمعة مع الناس. قعد بعد الناس وقت يخرجوا يقرأ في فاتحة وباسط كفوفه ويطلب في ربي. كيف قام وجا خارج يلقى بوط هاك الحزام الجلد اللي بدا فارغ من داخل وكانوا يخبيوا فيه الفلوس. تلفت على اليمين وعلى اليسار، الجامع فارغ ما شافوا حد. حط البوط تحت منه وشد ثنية مقابلة لدارو. كيف وصل مهج الباب مليح وحط هاك البوط هذاك قدامه فرغه وصب منه قدس لويس. قال اعطاني ربي وتوا مش نولي من الغنية والمباسيط ونكسب الهناشر والديار ونحل حانوت ونتزوج. وبدا يبني ويعلي. بنت شكون اللي يرضى عليها وياخذها؟ الحانوت فين مش يحلها؟ في سوق البركة، في العطارين، اما خيلها نشير في باجة ولا في ماطر؟ قدش يعمل خدام في الدار؟ يا اخي هو يحكي هكاية ويخمم ويبني ويعلي ويهد ويسمع في براح في الشارع يا اللي لقيت بوط مليان باللويز في الجامع الفلاني تاخذ شطره بشارة ويرحم والديك يا ولد الحلال. قال توا ما خير ناخذ شطر هاللويزات حلال محلل ويبارك لي فيهم ربي، ولا ناخذ الكل نعوق فيه مولاه وناخذ الكل يبدا حرام، واليوم واسعة وعريضة وغدوة ضيقة والقبر شبرين وما زال حساب الاخر الاخرى. قال لا، بوزيد مكسي بوزيد عرياء. هز البوط وخرج يجري، خلطت على هاك البراح وينه يا اخويا مولا هالبوط؟ قالوا يجي معايا. مشى معاه يلقى رجل كبير همه وعمه سبحة عنبر في يده. قال له سيدي هاو البوط متاعك. انا هو اللي لقيته. خذاه من عنده فرغه قدامه حسبه بالوحدة يلقاه كامل. قال له بارك الله فيك كاملين. انا قلت اللي يلقاه ياخذ شطر ماو. قال نعم. قال له يكفيك شي اربع وفيه البركة. قال له مليح اش بيه يزي. قال له تاخدش سدس. قال كيف عملت مبروك. قال له تاخذش 20 كعبة لويز وفيه البركة. قال له مليح يا بابا احشم. قال له تحبش تاخذ دعيوة خير وتسامحني؟ قال له فيه البركة. قال له برا وليدي يعطيك دار اللي بنيت ورزق اللي سعيت ومراه اللي خذيت بجاه الحرم والبيت. مشالك خطوة لقدام و10 التالي يحك ويتلذذ. قال جاي كيف الدقو نرد له فيه كيف سيدي هدنا ها وتفسخ عليا وردني بكلمة ده الريح. حاصيله ما كذبوش الناس الاولى اللي قالوا لا تسيب من يدك لا تندم على ما فات. ومنها قال يا اخي انا شنو راس مالي بالله؟ لو كان خليته عندي مش حرام؟ لا يا سيدي الله لا يكتب لي رزق حرام ما حاجتيش. وبات ليلتها بلا عشاء لكن ضميره طاهر. يجد عليها 3 أيام بطال، لا خدمة لا قدمة، لا في مرمى لا في حانوت، لا من قال له هزدي هالقضية. 3 أيام ما ذاقش مطحون الرحاء.
حرقوا الجوع. قال حل قضاء حل الصبر، نخرج نطلب. خرج في الليل يا كريم تاع الله يا أصحاب الخير، عليه وعلى الدار يلقى الباب مشقق. يا كريم تاع الله ما جاوب حد، ابصر حتته نفسه، واللي يبدا بالشر راهو ما عادش يضبط. دز الباب ودخل. مقابلته بيت ها هيك الضوء متاعها يشعل، وميدة محطوطة في القاعة قرب عليها شقالة بالكسكسي واصحاف رايب. قال أنا ميت بالشر، نتعشى ونشبع كرشي، واللي يجرى يجرى، واللي مات بشبعة مرحوم. قعد هز المغرفة، غرف غرفة باهية من الكسكسي هذاك، لكن قبل ما يوصلها لفمه قال الله يلعن الشيطان، مول الدار غايب وانا ناكل عشاه، يا اخي هذا حرام ولا حلال. رجع المغرفة وحطها في بقعتها وخرج يحك فيها مزاودي. هاك الدار هذيك مولاتها طفلة يتيمة والديها موتة، عندها جارتها تجي كل ليلة تبات بحذاها تونسها. ليلتها برد، بخلت العزوزة ما جاتهاش، كانت حلت الطفلة باب الدار وخرجت مشات لها. كيفاش يا خالتي فلانة تخليني نبات وحدي في ليلة كيف هذه، تعرفني نخاف. أيا جابتها معاها، سكروا الباب ودخلوا، قعدوا مش تعشاو، تلقى العشاء مفرفش وهاك المغرفة منصوبة في كسكسي. قال طه يندرش كنت خلي داري، حقروني على خاطر بنية، يعرفوني يتيمة ويعرفوني وحدي، على خاطر والدي موتى، على خاطر ما عنديش راجل. قالت لها قوم يا أمي فلانة، عيط لي عم فلان على رجلك العزوزة. الواه يا بنيتي في هالليالي عمك فلان راهو راقد، تعرفوا مريض وما ينجمش يخرج في الليل. شدت صحيح، امشات الاخرى جابت هاك الشايب يتقذف بالبرد. قالت له يا عم فلان ماني بنيتك، ترضى نيشي نتهان ويدخلوا لي لداري ويكسروا لي حرمي وانا وحدي؟ بابا مزاكي مات، نحب ناخذ رجل. قال ليش بيه بنيتي، المرأة ما إلها إلا رجل، غدوة الصباح الحي ننشد ونستخبر ونشوف لك وحيد ولد حلال ونفس مومنا اللي يليق بيك. قالت لا شيء، نحب الليلة. شنية الليلة؟ كيفاش الليلة؟ هو يجي يدق وشقه. قالت الليلة تعرف كيفاش؟ اللي تلقاه في الشارع الأولاني يجيبه، حتى طالب قالت له طالب ما يسالش. خرج بالصدفة يلقى وخينا ما زال يدور في الشارع. يا كريم تاع الله، لا دبر لا صوردي لا كسر خبز. قال له يا ولدي تحبش تتزوج؟ قال له بربي يا بابا يزيني ما يعنيش في الضحك، انت راجل كبير وما تحبش تطيح على قدرك ولا شنو؟ اليوم 3 ايام ما كليتش وهاني نطلب في عوض تعطيني احويجه لله، جاي تقول تعدي عليه في قيد. قال له لعل خير من اللي نعطيك حويجه، قول مليح. قال له مليح يا سيدي. قال له يجي معايا. مشى معاه حتى لهاك الدار، حطه في بيت وخرج. جاب العدول، قعد يستنى يمكن ساعة ولا ساعتين. جاو العدول كتبوا صداق، قامت هاك العزوزة زغرتت، ومنها سخنت له نحاسة ما غسل وتبشكر، جبدت له كسوة ملف لبسها. دخلت العروسة، سلموا على بعضهم، ومنها قالت له أين تعشاو؟ خرجوا من هاك البيت هذيك، دخلوا البيت أخرى. هاك البيت بيدها اللي كانت تخللها قبل بساعتين ولا قداش، والميدة باقي محطوطة في وسط البيت، وش قالتها بالكسكسي واصحاب الرايب دايرين بيها. كيف قعد اضحك. قالت له شبيك تضحك؟ وقامت تبكي. قال علاش تبكي؟ قالت تضحك علي على خاطر انا اللي خطبتك وجبتك. قال لها لا، اما على حكمة ربي،
هالعشاء انا هربت منه على خاطر حرام، وتوا هاو رجع قدامي حلال. كيفاش؟ قال انا قبيله كنت نطلب ودخلت لهالدار ولقيت هالميدة وهالعشاء وكنت مش نتعشى منه، ومنها نعلت الشيطان وخرجت من غير ما ذقت شيء. والسبب فيه كنت لقيت بوط في الجامع الفلاني ومولاه دعالي دعوة خير، وحكى لها على القصة من أولها لآخرها. قامت تجري حلت صندوق جبدت منه بوط، قالت له هذا هو ولا لا؟ قال له هذا هو بعينه، هذا هو وخي اللي مشى عليا وشوالي الكبيدة. سلمت فيه على خاطر الحرام. قالت له مالا هاو ولا لك حلال، مولاه هذاك بابا مات وقت البارح كما نقولوا، وما خلاني إلا أنا في الدنيا، وجميع ما يملك صار ملكي، وكيف وليت انت زوجي صار ملك انت حلال محلل. واحمد ربي وشكره اللي دلوا الفعل الخير وجزاه. صباح